ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. وروان بتفتكر مواقفها مع سونج وطريقته، حاسة انه عرف ان الرواية بتاعتها عنه. بعدها بنكون في الحفلة وروان بتتقابل مع رائد فصلها واسمه جون، وسونج بيجي وبتستغرب انه جه رغم انه المفروض مشغول، واتوترت ودخلت الحمام. بعدها على العشاء سونج بيتكلم مع ابو روان، وافتكروا وعرفوا انه محامي في امريكا وانه عارف روان كمان وقد ايه هي ناجحة في شغلها، وده لفت انتباه مامتها. وسونج قال هيوصلهم بعد الحفلة، وروان بتكون متضايقة وقالت له انت قلت كده عشان عارف انهم بيتفقوا في مواعيد ليا. بس عارف ايه اللي عجبهم في ليو؟ انه طيب القلب، مش ماكر ولا متفاخر. بعدها وصلها وقالت له القضية انتهت خلاص واشوفك على خير. وبعدها روان مع مينج وقالت لها كان عارف كل حاجة وبيتعامل ولا كأن في أي حاجة، ومسحته من الأصدقاء عندها، وبتكون مش قادرة تكمل كتابة الرواية. بعدها سونج بيبعت لها يعتذر وإنه كان لازم يعرفها من بدري، لكن بيكتشف إنه مش في الأصدقاء عندها والرسالة ما وصلتش أصلا. وبعدها بيكون مع ليو بعت لها عن الرواية، قالت إن شخصية البطل انهارت ومش عارفة تكمل كتابة. وروان بتعيش وقتها وبتحاول تنسى سونج، لكن لما بتروح بتتخيله في كل مكان في البيت. وتاني يوم سونج جالها وبتكون روان راحت رحلة مع نفسها تغير جو، وليه يتقابل مع تشانج وعرفه انه محامي مينج وهيرفع عليه قضية تعويض بالنفقات اللي صرفتها مينج. وتشانج قال له ايه يا عم نفقات ايه وانا مالي؟ ومينج بتكون موجودة وبتسمع من بعيد، وليو قال له انت راجل مش صادق ولا وافي وما تعرفش حاجة عن الرجولة. تشانج قال له دي ست عجوزة كنت بخدمها اصلا وانضف واطبخ لها، نفقات ايه؟ ومينج جت وضربته بالقلم وقالت له الزبالة انضف من امثالك. وبعدها شكرت ليو على موقفه معاها. بعدها روان بتسكن في مكان لطيف وسونج عايز يروح لها بأي طريقة. ليو قال له روح هناك ووزع بيض ببلاش للفقراء، البلد هناك فقيرة. في نفس الوقت واحدة قالت لروان إن في نصابين بيجوا هنا يبيعوا بيض ببلاش ودايما بنضربهم ونطردهم. وسونج راحوا معاه مساعد ليه بالبيض برضه، والستات جات لهم وأخدوهم يشغلوهم في تحضير عيش للفقراء، وده بعد نصيحة روان ليهم. بعدها سونج وروان بيتقابلوا في الشارع وقال لها انه هنا هو وصاحبه بيعملوا اعمال خيرية، وروان بتعرف انها السبب في مرمطة سونج وصاحبه لان دي فكرتها اصلا. وبتعرف اهل الحي عليهم وعرفتهم انهم محاميين فعلا، والاجواء بتكون اهدى بين روان وسونج. وروان بترجع تكمل الرواية، وسونج بيروح للمدينة الفقيرة وبيعرض على السكان هناك مساعدات قانونية بالمجان وبيسمع مشاكلهم. وروان بتيجي وبتتابع. بعدها روان بتكلم مامتها وابوها وسألوها عن خلافها مع سونج، قالت لهم مفيش خلاف اصلا، احنا مش قريبين. بعدها بيتعشوا مع بعض وروان شربت كتير ومستخبية تحت الترابيزة، وسونج نزل لها وهي في عالم موازي، قالت انها مستخبية منه ومش عايزاه يشوفها ومحرجة جدا لانه عارف ان روايتها عنه، وكتبت في الرواية انها معجبة بيه واكيد شايفها هبلة دلوقتي. قال لها سونج مش بيفكر فيكي كده وشايفك لطيفة، وان حبك مش من طرف واحد، لما كنت معجبة بيه كان معجب بيكي برضه. والصبح روان افتكرت اللي قالته، وافتكرت لما قال لها انه شايفها لطيفة وباقي الكلام ناسياه. وعرفت مينج وقالت انها تعمل نفسها مش فاكرة حاجة خالص، وفعلا عملت كده. وسونج كمان قال انه ناسي كل حاجة. وشي كان بيجي بعد ما شاف بوستات روان على السوشيال ميديا، وسونج مخنوق منه. بعدها مينج راحت مكان تتعشى وتشانج جوه معاه بنت، ومينج بتخبي نفسها. في الوقت ده جالها ليو وقالت له شفت بيحب اي حد في طريقه ازاي؟ صعب تثق في اي حد. قال لها انا اعرف حد تقدري تثقي فيه، والامور بتتطور بينهم بسرعه. وشي كان بيحاول يقرب من روان وبيستفز سونج بتصرفاته. بعدها مينج بتكون محرجه من ليو وبيعزمها على مطعم، لكن بتحاول ما تتقابلش معاه. وسونج بيكلم بنت كانت بتشتكي له ان باباها ومامتها عايزين ينفصلوا، وقال لها انا مريت بنفس المشكله دي وانفصلوا فعلا، لكن انا كملت حياتي وبنيت شخصيتي، وانت كمان ليكي شخصيه مستقله وكوني قويه وابن شخصيتك كويس. وروان سمعته وكانت متاثره وجات له قالت له فاضي نتمشى شويه. وروان قالت له سالتك عن سفرك قبل كده وقلت انه قرار عيلتك. قال لها ابويا وامي انفصلوا وده بسبب انها بتكره مهنته، وانا اخترت نفس المهنه وهي اعتبرت ان ده خيانه، عشان كده علاقتنا مش احسن حاجه. وروان بتكون متاثره بكلامه. بعدها في السكن قالت له ايه رايك نقضي راس السنه مع بعض، وقفلت الباب بسرعه. وروان بتقول لنفسها وانت بعيد عن شخص ممكن تشوفه من بعيد بارد، لكن بروده ده ليه اسباب. اللي عجبني فيه وقتها انه قلبه طيب ولطيف وحنين، ولسه محافظ على ده رغم اللي مر بيه. وبعدها بيحتفلوا براس السنه وكل واحد بيقول امنيه، وسونج مش عارف يقول ايه. روان قالت له مش عايز تقول ليه؟ قال لها امنيتي محتاجه شخص واحد بس يسمعها، شوفي تليفونك كده. وكان عامل ملاحظه امنيتي للسنه الجديده ارجع صديق لليلى فالي
على السوشيال ميديا، قصده على روان طبعا. بعدها روان وسونج في السوق وبيشوف الالعاب الناريه، وكانت روان هتقع ولحقها، وكان الوضع كده وشيكان شافهم واتصدم وانسحب في هدوء. وروان كتبت ما تستعجلش وخد وقتك، لسه قدامنا طريق طويل بكره. وليو بيحاول يقرب من مينج وراح لها بيتها، لكنها قفلت الباب في وشه ومحرجه منه. وسونج بيوصل روان لبيتها وجايبين لبعض هدايا، وسالها هتكمل الروايه، قالت له عايزنا اكملها، قال لها طبعا. قالت له خلينا نشوف البطل هيتصرف ازاي وايه احساس البطله بعد كده. بتكلم عن الروايه، قال لها البطل محتاج مجهود كبير عشان يخلي البطله سعيده، وانا بتكلم عن الروايه برضه. بعدها مينج فتحت لليو عشان يصلح لها النور، وقالت له انها مش بتفكر في الارتباط. وروان بعتت لها رسائل مش بترد، وكلمت تشانج وعرفت انهم انفصلوا. وليو ماشي من عند مينج، ومينج ردت على روان كانها لسه صاحيه من النوم. روان قالت لها انا في الاسانسير ووصلت. وليو مش عارف يروح فين، دخل استخبى في الشقة. وروان بتعقم البيت عند مينج من عفانة تشانج. ومينج قالت انها مش عايزة تتسرع في اي علاقة تاني وتاخد وقتها. وليو مستخبي في الدولاب وسامع. بعدها روان مشيت، ومينج فتحت لليو وضحكت على منظره وقالت له سمعت كلامي، قال لها وانا مش متسرع ومستنيكي. بعدها روان راحت لسونج والباب خبط، وبتكون بنت جاية لسونج وعارفة القطة بتاعته كمان، وقالت انها زميلته في امريكا واسمها لو وجايبة اكل. وقالت لسونج هبقى اجيلك المكتب، شكلك مش فاضي. وروان استغربت انه ما قالهاش تدخل حتى. بعدها كلمت مينج فيديو كول وحكت لها، ومينج قالت لها سونج شايفها زميلة، لكن هي شايفاه ازاي، لازم تاخدي بالك من الاعداء. تاني يوم روان راحت لسونج المكتب وقالت له انها تكون مساعدة ليه لان بطل الرواية محامي. قال لها بس عندي شرط واحد عشان تكوني مساعدة ليا، وقدم لها ليست فيها 30 شرط منهم يتغدوا مع بعض وتعزموا في بيتها. وبعدها بيوريها المكتب وعرفها على وو زميله في المكتب في امريكا، وسأله عن قطته. وسونج قال لروان انه كان بياخد القطة بتاعته للمكتب دايما. بعدها لو جت المكتب وروان قابلتها وقالت لها انها مساعدة سونج المؤقتة. ولو دخلت لسونج وروان بره بتقول لنفسها ما تبصيش عليهم اجمادي كده. وبعدها جابت له مشروب وقالت للو معلش ما اعرفش بتحب ايه، جبتلك زي سونج. قالت لها مش مهم تعرف انا بحب ايه، المهم تعرفي سونج بيحب ايه. سونج قال لها كل حاجة بتعملها بحبها. وقال مين هنا يجرؤ يعملها كمساعدة حقيقية. وقال لروان سيبي شغل المساعدة ده وعودي راقبين عشان شغلك. وقعدها معاهم. وبعدها روان في البيت وقالت قصدي له كده ان سونج مش بيحب القهوة السودا اللي عملتها. بعدها روان بتقابل بنت اسمها شين وعايزة تتعاقد معاها لصالح شركتها، وعايزين يحولوا الرواية لفيلم. وشين تبقى صاحبة جون رائد فصلهم زمان. وروان وافقت، وبعدها اخدها للبيت عنده وقال لها نشتغل في البيت النهاردة وده مناسب لينا احنا الاتنين بعيد عن الدوشة. وروان قالت من النهاردة هتعرف عليك كويس. وبعدها طلبت فراخ مقلية وكولا. وسونج مش عايز ياكل وقال لها مش انت شايفة الوجبات دي طفولية؟ قالت له لا خالص، ولو طفولية يا مرحب بالطفولة. بعدها ليو مع مينج وقالت له ان مفيش عندها طاقة تدخل في علاقة. وقالت له ممكن اللي حصل بينا ده السبب، انا اسفة. قال لها انا كنت فاكر ان ده السبب في الاول، لكن اكتشفت ان انا بكون مبسوط لما بشوفك في كل وقت، بفرح بيكي دايما، عايزك معايا في كل لحظة. انا اللي اسف لاني سببتلك ازعاج، ده مش هيتكرر تاني. وبعدها ماشيين ومينج مستنية تاكسي وبردانة، ادالها الكوفية بتاعته وقال لها ده هدية من مجرد صديق. وركبت التاكسي وهو قاعد في الارض. ومينج فضلت تفكر في كل مواقفه معاها وكلامه. ورجعت له كان بيعيط، قال لها رجعت ليه؟ قالت له افتكرت النور عندي عايز يتصلح. وبيضحكوا الاتنين. بعدها روان وسونج في الاسانسير، والاسانسير فيه مشكلة وبنت معاهم قالت هموت كده وحيدة ماليش حبيب حتى. روان قالت لها انا عندي 28 سنة وماليش حبيب برضه. قالت لها على الاقل في حد جنبك. بعدها اتحلت المشكلة وسونج قال لها عايزة حبيب. قالت له بتقول ايه؟ قال لها جيب العربية عشان نمشي. بعدها كلمت مينج وقالت لها اللي حصل، وسالتها قصده هو ولا يشوف حد يعني. قالت لها لسه الفرصة في ايدك اسأليه. وبعتت له انا بكتب رواية لما البطل يسأل البطلة عايز حبيب، ده قصده انا ولا هي؟ ولو دخلت الشركة وسونج ناسي الايميل مفتوح وشافته وردت هي ومسحت الرسايل. وسونج شاف على تليفونه ان في رسائل ممسوحة، وشاف ايميله مفتوح في الشركة واتصل على روان وقال لها مسحت ايه انا جاي لك. ووصل وحضنها وقال لها مسحت ايه؟ قالت له اللي حصل. قال لها انا قلت ايه؟ قالت له البطلة. قال لها انت والبطلة واحد. وروان دخلت الحمام كلمت مينج وقالت لها ان سونج اعترف ومش عارفة ترد ازاي. وليو بيكون عند مينج وعرف. وروان قالت له من بين اسرع الحيوانات الارنب البري، الثعلب مش بينهم اصلا، يلا تصبح على خير. وفهم انه لازم يكون اسرع في التعامل معاها. وتاني يوم الصبح كان مستنيها تحت البيت وجايب لها فطار ورايحين الشغل. بعدها سونج بيروح امريكا بسرعه لان ابوه تعبان، وهناك عرف انه كان ماسك صورتهم قبل ما يفقد الوعي، لكن الدكتور قال له ان عدى مرحله الخطر. بعدها روان وسونج بيتكلموا مع بعض فيديو كول. ولو كلها شر وراحت الصين لروان وقالت لها انت بتدمري سونج، ده كان واخد كل شغل ابوه مش مقصر، لكن دلوقتي وصل لمستوى صعب بسبب عدم تركيزه في شغله. بعدها شي جات لها وكانت بعتت لها
لها الفصل الأخير من الرواية وكانت متأثرة بيه، وقالت لها إنها عارفة إن رواية عنها هي وأخوها، وعرفتها إن أمها انفصلت عن أبوها بسبب إنه بيدافع عن ناس قاتلة، وحصل مرة أهل ضحية هاجموا بيتنا، وروان حكت لها إنها عبء على سونج وشغله يتأثر بيها. قالت لها مين قالك ده؟ اللي قالك كده حاقد. بعدها روان لقت الفلاشة اللي كانت عليها الرواية واستغربت إنها موجودة. طيب الشاعر كتب نفس الرواية إزاي؟ وشي بترجع البيت وبتطلع تليفون سونج اللي كان مدون عليه كل لحظات وقت المدرسة، وبعتت لروان عرفتها إنه بيحبها من وقتها، وإنها هي الشاعرة اللي كتبت نفس الرواية لكن من اتجاه البطل، وإن سونج كان ناوي يعترف لها، لكن لما لقاها عملت نفسها مش عارفاه اتصرف زيها. وروان بتفتكر كل حاجة، وكان كاتب وقت ما شافته بيأكل القطة إنه مش بيحب القطط، بيحبها هي وبيحب يشوفها دايما. ولما خلاص هيسافر كان كاتب هتفتكريني ولا لأ؟ نفسي أمسك إيدك ولو لمرة واحدة. ومسك إيدها يوم راس السنة وكان قاصد ده، وعرفت إنه كان كاتب لها في كراسة في الآخر بيتمنى لها التوفيق وحياة سعيدة في غيابه، وشافتها بعد كل السنين دي. وروان بتعيط بعدها الباب بيخبط، وبيكون سونج قالت له خلينا نتعرف من جديد بس المرة دي نكون أكتر صدق وصراحة. أنا روان يوم من مدرسة سوس ثانوية كنت معجبة بيك وقتها، ودلوقتي قال لها المفروض أنا اللي أعمل كده. أنا سونج كنت معاكي في نفس المدرسة، كنت معجب بيكي جدا وقتها، ودلوقتي معجب بيكي أكتر وقربها منه. وبعدها بياكلوا الفراخ المقلية مع الكولا والأجواء بتكون لطيفة جدا بينهم. وتاني يوم أمها وباباها جم واستغربوا إن سونج في البيت عندها، وقعد معاهم وعرفهم إن عنده قضايا كتير في أمريكا وهيروح أمريكا تاني. واتصدموا وقال لهم بس مش بستقبل قضايا جديدة، هخلص اللي معايا وخلاص وهاجي أكمل شغل هنا. وبعدها فتروا مع بعض وروان وسونج مشوا سوا. وأم روان قالت لأبوها إنها اطمنت كده عليها لو ماتت معاها اللي يقف جنبها ويساعدها. بعدها روان بتروح الشركة مع سونج وماسكين إيد بعض وليو مبسوط. وبنعرف إن زميلهم جون متهم بقتل شين صاحبته، وعايز سونج يترفع عنه إنه بريء رغم إن كان في مشادة حصلت بينهم. وبعدها مينج راحت لروان المكتب وراحوا يتغدوا الأربعة مع بعض، وبيكون واضح على ليو ومينج إنهم عارفين بعض كويس جدا. تاني يوم سونج قال لليو قضية جون مفيش فيها كاميرات ولا شهود، فكرتني بقضية حصلت مع أبويا زمان. وبعدها جم للمكتب أهل شين وقالوا انتوا بتدافعوا عن قاتل، وسونج افتكر اللي حصل مع أبوه. روان مسكت إيده. بعدها سونج اتكلم معاهم وقال احنا بندور على القاتل الحقيقي، وممكن يكون جون بريء والقاتل براحته، هتكونوا مبسوطين لما حد يكون مظلوم زي بنتكم كده. وبيهدوا. بعدها أصحاب شي أخت سونج طلاب قالوا إن أخوها شريك قاتل لأنه بيدافع عنهم وبيضربهم، وسونج وروان راحوا لها المدرسة وخلصوا الموضوع وروحوها البيت. وهناك أم سونج قالت له أنت بتعمل زي أبوك بالظبط، أنت ناس اللي حصل لنا والناس اتكلمت علينا. وبتكون حزينة جدا. بعدها بيجي مكالمة لسونج إن القاتل الحقيقي فضية أبوه اتقبض عليه، وراح هناك وعيلة الضحية بتشكره لأن بفضل أبوه عرفوا الحقيقة. وناس صورته واتعرض على التلفزيون إن تم القبض على القاتل الحقيقي، واتعرض إن سونج واقف مع أهل الضحية في التلفزيون. وأمه بتتصدم. بعدها سونج راح لأمه واعتذرت له، قال لها أنت كنت خايفة علينا، أنت معاكي حق مش محتاجة تعتذري. وبعدها روان مع سونج وليو بيخلع عشان يروح لمينج مستنياه بره، وراح لها ومينج روان كلمتها وقالت لها تعالوا انتوا الاتنين قفشناكوا خلاص. بعدها بنعرف ان مخرج الدراما لرواية روان كان بيحاول يعتدي على ممثلة لكن روان انقذتها، وقابلت البنت مع سونج وقالت اللي حصل وان شكله مش اول مرة يعمل كده، ورفع قضية عليه. والممثلة حكت كل حاجة حصلت والمخرج بينفي التهم عن نفسه. وبعدها سونج قال انه حاسس ان المخرج ده هو اللي قتل شين لانها كانت شغالة معاه، وخلاص المخرج هياخد افراج على ذمة القضية. وجه الظابط كلبشه وقال له انت متهم في قضية قتل، وفي بنت كان اعتدى عليها وسجل لها وهددها يفضحها، وهي كمان سجلت له كل حاجة وكل مكالمة بينهم. بعدها شيكان فض شراكته مع شركة الانتاج وباع عربيته وبيته عشان يدفع غرامة فسخ العقد، وكلم روان يعيش عندها. سونج قال له اي تعامل منك مع بنت الاعلام هيتكلم، تعالى عندي. وبيعيش عند سونج وبيكون خايف من القطة لكن مع الوقت اتصاحب عليها. وبعدها سونج جاب له حقوقه من شركة الانتاج وانهم كانوا مخبيين عليه ايرادات الحفلات الحقيقية، وهيعملوا اعتذار على صفحتهم عن الاشاعات اللي خرجت عليه بسببهم الفترة الأخيرة. وبعدها روان وسونج بيتعشوا مع عائلة روان والأجواء لطيفة جدا. وبعد العشاء أبوها وأمها بيبصوا عليهم وهم مندمجين مع بعض. وتاني يوم سونج أخد روان عشان يعرفها على مامته، وأمه عايزة أبوه يرجع بيته. بعدها روان مع سونج وأخته جت وقالت لروان دي هديتك من 10 سنين، وكانت هدية لراس السنة استمتعي بيها. بعدها بنكون في أول يوم تصوير لدراما رواية روان، وسونج جالها وقال لها في المكان هنا كنت بدور عليك في كل وقت، الكافيتيريا، الفصل، المكتبة، حتى صالة الفنون. حبيتك من أول نظرة من 10 سنين وبحبك لحد النهاردة، وعايز أكمل باقي حياتي معاكي وأفضل أحبك وأحميكي. وتقدم لها للجواز وبتكون الأجواء جميلة جدا. وبعدها سونج عرف إن أبوه عنده مشاكل قلبية صعبة، وراح هو ومامته رجعوه لبيتهم في الصين. وشي شافته وحضنته واتأثرت جدا. وتاني يوم
بنت شين راحت لروان مكان التصوير واعتذرت لها عن كل حاجة كانت سبب في ضرر ليها، وروان قبلت اعتذارها. بعدها روان وسونج بيكتبوا أسماء المدعوين لفرحهم، وبعد فترة بنكون في الفرح وروان بتدخل القاعة في أجواء كلها سعادة، وخلاص هيكملوا حياتهم مع بعض. وليو تقدم لمينج وبيعترف بحبه لشي، وشي كان هيكملها سنجل، وبيخلص المسلسل.